بيدور على كنز يكون ملكه هو وبس، لحد ما اتعرف على ناجي، شاب كاره الدنيا كلها ومش عايز يتعب في أي حاجة. لكن لما اتحدوا مع بعض عملوا ثنائي قوي جدا. فريق زد بيبدأ تدريبات مكثفة علشان يحاولوا يلاقوا طريقة يواجهوا الحصن المنيع ده، وبعد ما بيخلصوا التمرين الكل بينام، لكن إيساجي بيكون لسه قلقان فيروح يتدرب لوحده. هناك بيقابل بارو، الهداف الأقوى وصاحب أكتر أهداف. إيساجي بيطلب من بارو يعلمه إزاي يبقى زيه، لكن بارو بيعلمه بالطريقة الصعبة وبيهدله حرفياً. وفي اللحظة اللي إيساجي يفتكر إنه لقى السر، بارو يدمره تاني ويسدد فيه هدف صاروخي. إيساجي بينبهر من قوته بشكل رهيب. بيجي ميعاد الماتش المنتظر، فريق زد ضد فريق واي. أول ما بيبدأوا بيوجهوا تهديد لكون إن لو لمس الكورة هيقتلوه حرفياً، يعني غير إنهم بيلعبوا ضد فريق قوي جداً، كمان ناقصين لاعب، ودي آخر فرصة لفريق زد إنه يتأهل للمرحلة اللي بعد كده. الماتش بيبدأ وفريق في بينطلق ناحية الجون، والهجمة